طرق تنظيف الممبار كتيرة جدا. بس انت بقى عايزة طريقة تخليه ابيض كده شاهق ومفهوش المادة الزرالية دي نهائي، وفي نفس الوقت انت عايزة طريقة تخليه مفيش اي ريحة زفارة خالص. مهما تغسلي فيه ما تلاقيش ريحة الزفارة. تعالي في الفيديو دوت انا هجمع لك كل طرق تنظيف الممبار، هتخليه مفهوش اي ريحة نهائي، هتخليه ابيض كده شفاف، هتمسحي مضيب استيكة خالص. اهلا بيكم في اكله وترويقه. انا هنا معايا كيلو من الممبار. قبل ما ابتدي اقلب الممبار انا هشيل جزء من الدهن اللي بيبقى موجود فيه دوت من بره، لان الدهن ده بيبقى شايل رواسب وشايل تراب وشايل حاجات كتير. انا هشيل جزء من الدهن ده وهمسك الممبار اغسله بس الاول من بره. تعالي بقى هنا دلوقتي نقلب الممبار. احنا هنقلبه بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. هي في طرق كتير جدا لقلب الممبار، بس انا بحب الطريقة دي جدا. الطريقة دي بتخلي المية تخش من جوه وفي نفس الوقت بتنضفه. انت تحت الحنفية كده اهو بتقلبيه بالطريقة دي، بيتقلب معاكي بكل سهولة مهما كانت الكمية. ففي ثواني تلاقيه اتقلب معاكي، وفي نفس الوقت المية بتخش جوه وبينضف مرة تاني، مع ان احنا غاسلينه من بره بس هو بينضف من جوه. الطريقة دي احسن ما تقلبيه بالعصاية او بالمعلقه او بشاليمو او اي حاجه، دي اسهل وانضف. تعالي بقى كده خلصنا اول مرحله، تعالي بقى للمرحله التانية. انا هجيب بقى شويه ملح حلوين كده واحطهم على الممبار، ومعايا معلقه مليانه كده من الكربوناتو، ومعايا حوالي نص كوبايه من الخل. بص الخل اول ما بينزل على الكربوناتو بتلاقي فوران كده اهوت. الفوران اللي بيحصل دوت بيسيح بقى الايه الماده المخاطيه اللي هي بتبقى موجوده فيه دي، فبتساعدنا على التنظيف حلو جدا. تعالي بقى نقلبها كده وانا هسيبها حوالي ربع ساعة في المادة ديت. تعالي بقى في اهم مرحلة في التنظيف. بصي بقى يا ستي، انا ولا اقولك هاتي جلدة انبوبة ولا هقولك هاتي سلك مواعين عشان نطلع المادة المخاطية اللي تبقى لازقة فيه دي، ولا هقولك اي افتكاسات طالعة جديد. انا هستعمل الطريقة بتاعت امهاتنا اللي احنا عارفينها من زمان واجدادنا دي. بحس ان ديت احسن طريقة لتنظيف الممبار. انت بقى هاتي الصينية بتاعتك كده وافردي عليها بقى الممبار بتاعك، وابتدي كحتيه بالسكينة. كحتيه الاول من الطبقه اللي فوق، وبعد كده قلبيه على الطبقه اللي تحت وكحتيه براحتك. انا بحس ان الطريقه دي سهله وسريعه وبتنجز معايا، وكمان بتنظف وبتشيل اي حاجه فيه، ما بيبقاش لي اي اثر خالص، لكن ولا سلك مواعين ولا جلده انبوبه ولا الحاجات دي. انا الصراحه جربتهم لكن ما نفعوش. مهما تعملي بيها بيبقى فيه اثر من الماده ديت بتبقى موجوده في المنبار. لكن الطريقة اللي احنا متعودين عليها من زمان دي بتاعت امهاتنا، بصراحة بحس ان هي بتخلي الممبار قشطة، يعني بتجيب من الاخر، ما بتخليش فيه اي اثر خالص للحاجات اللي لازقة فيه، ولا اي مادة مخاطية لازقة فيه، ولا اي حاجة خالص. وكمان احنا مش هنكتفي بالمرحلة دي بس، لا احنا هنغسل الممبار دلوقتي على كذا مرحلة، بحيث ان احنا نتأكد ان هو مفيهوش اي حاجة خالص من المادة ديت، وفي نفس الوقت تبقى ريحته حلوة كده، ما يبقاش في الاخر كده في ريحة الزفارة اللي احنا بنشمها بتاعت الممبار دي. هنا احنا بقى خلصنا الممبار كله وكحتناه بالسكينة. هاخده دلوقتي اشطفه مرة واتنين وتلاتة كده واصفيه في مصفى عشان اتأكد ان مفيش اي ايه اصلا للمادة ديت لازقة فيه. تعالي بقى للمرحلة اللي جاية ديت. دلوقتي بقى بعد ما شطفه كده هرجعه تاني، وهبتدي بقى احط عليه ايه شويه ملح حلوين كده كتير يعني. والليمون بقى بتاعي انا هحط جنبي كده شويه ليمون، لان انا في غسيل الممبار دوت هحتاج ليمون كتير جدا. هعصر كده حوالي ليمونتين دلوقتي كده عليه، وهبتدي اعمل للممبار بتاعي زي سكراب كده. بصي هاخد الممبار بتاعي كده وهبتدي ادعكه كده هوت بالملح والليمون كده في قلب بعضه. بصي اكني بغسل غسيل كده، هفضل ادعكه كده جامد كده مره واتنين وتلاته جامد، علشان اتاكد ان مفيش اي حاجه لازقه فيه من الماده المخاطيه اللي بتبقى موجوده في الممبار ديت. الملح لو هي فيه اي اثر للماده ديت الملح هيضيعها خالص. هفضل ادعك كده مره واتنين وتلاته كتير جدا. بعد ما خلصت كده المرحله ديت هبتدي برضو اخده على الحنفيه تاني، وهشطفه برضو من الملح اللي فيه. هشطفه كده مره واتنين وتلاته وهصفيه في المصفى بالطريقه ديت. انتي هنا كل ما بتشطفيه كل ما بتلاقي اثر لحاجات لسه بتنزل منه، فعشان كده بنفضل ندعك فيه كذا مره وبنشطفه كتير قوي وبنصفيه في المصفى. تعالي بقى للمرحله اللي جايه ديت، تعتبر المرحله الثالثه. دي المرحله اللي مش هتخلي فيه اي ريحه زفاره خالص. انا هنا بقى دلوقتي معايا شويه دقيق حلوين كده، وهحط برضه عليهم الليمون اللي انا مش هستغنى عنه خالص في غسيل الممبار.
بصي بقى يا ستي، الدقيق دوت حلاوته بقى ان هو بيمتص اي زفاره موجوده في الممبار، بيخلي الممبار كده مفهوش اي ريحه خالص بعد ما بتغسليه في المرحله الاخيره. انا هجيب الدقيق بالليمون بتاعي كده، وهفضل ادعك ادعك بالممبار كده بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هدعكه هدعكه واسيبه برضو حوالي بتاع 10 دقايق كده هوت في قلب الدقيق بالليمون دوت. انا هنا عايزه دي يمتص اي زفاره فيه. دلوقتي بقى بعد ما قعد شويه بتاع حوالي 10 دقايق، هاخده برضو على الحنفيه تاني وهشطفه كويس جدا، وهنزل الدقيق ده كله منه بالطريقه دي كده بالظبط. هبتدي برضو وانا بشطفه هدعكه كده برضو بايديا كده وانزل كل الدقيق اللي فيه. هشطفه مره واتنين وتلاته، بس انا هنا بس بشطفه مره واحده عشان ايه ما اطولش معاكم الفيديو اكتر من كده. بص بقى هنا دلوقتي في المرحله ديت، انا بعد ما شطفت الممبار بتاعي كويس جدا، انا عايزه بقى اتاكد ان هو ما فيهوش اي حاجه. انا هبتدي اخد الممبار بتاعي كده وهدخل الميه جواه، وهبص على الممبار كده واتاكد ان هو ما فيهوش اي حاجه من بره ولا من جوه. انا عايزه برضو يتشطف من جوه تاني عشان لو في اي حاجه اصلا للدقيق الملح دخلت جواه هتطلع منه. انا هديله شطفه كده، ادخل الميه جوه واديله شطفه كده بنفس الطريقه دي كده بالظبط كله، بحيث ان هو يتغسل من بره ويتغسل من جوه، واتاكد ان الممبار بتاعي بقى ابيض كده شفاف ومفيهوش اي حاجه خالص. تعالي بقى يا ستي اخر حاجه، الليمون بتاعك بقى اللي هيديله ريحه جنان في الاخر خالص. عصرتين ليمونه كده بقى وقلبوا الممبار بتاعك وشم ريحته كده مفيهوش اي ريحه زفاره نهائي. اتحداكي بعد اللي عملناه ده كله هيطلع معاكي بالطريقه ديت شفاف كده وجميل وحلو جدا جدا. انا هنا في الفيديو دوت عملت لكم مراحل تنظيف الممبار بس. الفيديو الجاي ان شاء الله هنزل لكم الخلطه بتاعته، عاملين له خلطه جنان. ما تنسيش بقى تحط لايك لدعمي ونورينا بالاشتراك في القناه عشان ينزل لكم كل جديد باذن الله. مع السلامه.